بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا كلنا بنحب الرز المعمر، وكلنا نتمنى نعمله ونظبطه من أول مرة. معانا في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب، هتظبطيه وتعرفي تطلعي الرز مفلفل وأبيض كده وجميل ومستوي من فوق ومن تحت من أول مرة. وطبعا هنقول على التريكات في ضبطة البرام وضبطة مقاس وحجم الرز جوه البرام، وازاي تظبطي الرز في الفرن وتظبطي درجة حرارة الفرن ومكان الرز كمان جوه الفرن. هنبدأ نقول بسم الله. هنجيب القارب المقاس المناسب بتاعنا وهندهنه كويس قوي بالسمنة أو الزبدة، وطبعا يفضل يكون كله بلدي أو فلاحي. طبعا وأنا شغالة كده يكون اللبن على النار متوطي عليه لغاية ما يوصل لدرجة الغليان. أنا سايباه على النار، ويكون الرز معايا مغسول ومنقوع. وكل ما غسلتي الرز ونزلتي النشا اللي جواه كويس قوي، كل ما هيديكي نتيجة أفضل ونتيجة أحلى. طبعا زي ما انتم شايفين هنا، أنا الرز بحط الصينية. طبعا تحطي في برام، تحطي في صينية ألمونيوم، تحطي في صينية تيفال، في بايركس، طبعا كل ده يرجع عليكي ولا هيفرق أبدا في طعم الرز المعمر بتاعك. كل الطعم في أي قارب تحطيه هيطلع واحد، كله بيفرق بس في ضبطة الرز وضبطة اللبن معاكي. وطبعا اللبن معاكي لازم يكون عالي الدسم، شرط أساسي عشان الرز يطلع طعمه كويس يكون عالي الدسم. طبعا بعد ما فردنا الصينية من تحت كلها، بطناها بالرز وحطينا الرز، نجيب بقى معلقة سمن كبيرة، هتدعكي بيها الرز كله أو هتبسسي بيها الرز بتاعك كله لحد ما تتأكدي إن كل حباية معاكي اندهنت بمعلقة السمنة اللي عندك وطالها كلها سمن. زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، هنفضل نقلب في الرز لحد ما نتأكد ان السمنة اتوزعت في الرز اللي معايا كله. نيجي بقى نقول اهم تركة معايا عشان يطلع الرز مظبوط معاكي. لازم يكون في مسافة بين الرز وبين حرف الصينية صباعين 2، علشان الرز ياخد المساحة الكافية للسوى وما يطلعش مكتوم ولا ملكوم معاكي ولا ني ولا الرز ناشف، يطلع كله مستوي. وهنحط بقى معلقة كبيرة ملح ونقلب برضو كويس عشان ما يبقاش حتة ما فيهاش ملح وحتة حادقة. هنا طبعا بعد ما سوينا الرز انا كده بوريكي المساحة الفاضية من فوق لحد حرف الصينية قد ايه تكون مظبوطة كده، تبقى ضامنة ان شاء الله ان الرز بتاعك هيطلع مظبوط بإذن الله. بسم الله ما شاء الله، انا كده ظبطت الرز. هنزل بقى عليه باللبن المغلي. شايفين اللبن بيغلي جدا على النار على الرز، وهياخد بقى تقليبة كويسة من جوه بالمعلقة كده علشان بس اضمن ان الرز كله طايله لبن. شايفين كده ما شاء الله، في السمنه اللي طلعت على الوش عندي دي هي اللي بتخلي وش الصينيه او وش الرز احمر كده وذهبي عشان تظبط معايا الرز وتظبط الطعم. طيب نيجي بقى للفرن وظبطة الفرن. انت عندك الشبكة اللي في النص، هننزلها على اول رف زي ما احنا شايفين كده، اول حامل في الفرن. مش هينفع نحط الرز تحت على الصاجة بتاعة الفرن، لا ده احنا نحطها على الشبكة في اول حامل من الفرن بتاعي. وهنحط الصينية على درجة حرارة عالية، طبعا كل واحد مننا على حسب درجة حرارة الفرن بتاعه. وهنسيبها بقى لمدة ساعة إلا ربع مع درجة الحرارة العالية دي لحد ما نشوفها كده إن الرز اترفع وبدأ بالشكل ده يوصل معايا. وأول ما نحس إن اللبن بدأ ينشف أو بدأ خلاص الرز يتشرب معاه، هبدأ أوطي النار على نار هادية لمدة ربع ساعة كمان لحد ما يطلع معايا بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله، الرز مظبوط وكله مستوي في النص وفي الحروف لحد قعر الصينية زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الرز مفلفل والحباية بحبتها زي ما احنا شايفين كده. تقدري تعمليه بالطريقة ديت ويطلع مظبوط معاكي من أول مرة إن شاء الله. بعد الفيديو ده هتكوني أستاذة في الرز المعمر وهيطلع من تحت إيديكي نمرة 1 إن شاء الله. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.